تحيه كبيره لكل الزملاء الصحفيين والاعلاميين اللي اكيد انه المتعه باش تكون متعه اخرى من خلال اسئلتكم، من خلال اضافاتكم، من خلال نقدكم، من خلال استفساراتكم، حضوركم بين ما يعكس الا حبكم للفنان صابر الرباعي وتقديركم لمجهود، لانه احنا نعرف مليح قداش يتعب صابر الرباعي من اجل اسعاد الجمهور. سعداء جدا انه يكون موجود معنا، وخليني ارحب بالفنان غازي العيادي كيف موجود معنا. البوم حضرنا اليوم في المؤتمر الصحفي اجمل مختصر، ما نحبش نطول باش نلتزم بعمل الالبوم صابر الرباعي. الف مبروك الالبوم نهاية مره اخرى، وشكرا لك لانك نجحت اليوم انك تخلينا نلتقي مع زملائنا سواء من الصحافه العربيه وكذلك ايضا مجموعه كبيره من الفنانين التوانسه اللي كانوا حاضرين اليوم يشاركوك في متعه النجاح. وشكرا للفرقه الموسيقيه التي تميزت وابدعت في تقديم الاغاني خاصه من تاريخ اللايف. فالف مبروك وشكرا لك صابر الرباعي. بنحبوها لما نحن ما بيناتنا اكثر، احنا متعودين انها تكون لما دردشه اكثر منها سؤال جواب سين جيم سين جيم دردشه. نحتفلوا مع صابر الرباعي، نفرحوا مع صابر الرباعي بطبيعه الحال، ونخلي كلمه البدايه للفنان صابر الرباعي. معيشك. اولا نحب نرحب بكم، نرحب بكل الضيوف اللي جاوني اليوم وشرفوني، ضيوف كذلك من لبنان، اصحابي واصدقائي وناس يعني مهمين عندي. فاولا تلبيتهم للدعوه انهم يكونوا ينتقلوا من لبنان ويجيوا لهنا، هذا شيء يسعدني ويفرحني بدرجه كبيره. ولا من مصر كذلك نفس الشيء، ان اصدقائنا في مصر شرفونا بهذا التكييف. كذلك اليوم شفنا السهره، يعني ما شاء الله فنانين، ضيوف، صحافه تونسيه، ولو انه مش موجوده معنا في المؤتمر الصحفي، لكن فما شويه، يعني شويه منها واحد اثنين، لكن حبيتهم يكونوا ملمومين اكثر. نعرف ممكن الوقت متاخر شويه. المهم انا حبيت نقول انه في الازمه المختصره هذه، المختصر المفيد، انه قدمنا شيء. اولا إن بريمير، معناها اول مره تصير في تونس، ممكن احتفال او اطلاق البوم من تونس، معناها بالعمل هذا الكبير اللي قمنا به انا واداره اعمالي طبعا مولا برودكشن. وهذا كله مجهود الناس الكل، مجهود الموسيقيين اللي معايا، مجهود الناس اللي فكرت معايا، مجهود الاخراج، مجهود كل اللي شاركوني بحتى بالراي. فانا احب نوجه لهم تحيه لكلهم، وان شاء الله اليوم كانت سهره يعني معناها نالت رضاكم وعجبتكم، وخذيتوا فكره معناها كبيره باهيه على الاقل على الالبوم. وبعد سنتين طبعا من الالبوم اللي فات اللي قبل هذايا. فيها اللي ما تبان وعايش، فيها اللي ما عايش فات، وانت ما فيش زيك ابدا، تنادي كل الناس زمان. الدنيا اغرب منها ما فيش.